أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. أول معصية في التاريخ وأصل الشر في الكون بدأ من هنا، العنصرية. لما واحد شاف نفسه فوق وعايز كل الناس تحتيه عشان يرضي غروره وأنانيته. لما ربنا أمر إبليس يسجد لسيدنا آدم رفض وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ما تعرفش على أي أساس حكم إن النار أحسن من الطين، بس عشان هو من نار فقال النار أحسن. الله أعلم لو كان هو من طين كان قال الطين أحسن. فده بقى منهج وأسلوب أي حد عنصري عشان يكبر من نفسه ويقلل من كل اللي حواليه، من غير ميزان ولا منطق يحكم بيه الفرق بين ده وده. لا، هو بيقيس على نفسه بس، من أول لونه وشكله لحد بلده والمنطقة اللي هو ساكن فيها وشغله والتخصص بتاعه. عايز يميز ويعظم أي حاجة تخصه ويحط الباقي كله وأي حاجة تانية تحتيه. كل الذنوب والشر اللي بيعمله البشر في الدنيا جاي من الحتة دي، الأنا. هي اللي بتخلي البني آدم يعبد نفسه ويشوف رأيه هو الصح، حتى لو بيخالف كلام ربنا وحتى لو بيأذي بيه غيره. بالذات في الفترة اللي عايشين فيها دلوقتي، لما الدنيا بتتغير بسرعة والظروف بتبقى أصعب والفرص بتقل، بيبقى فيه منافسة شديدة غير زمان. وجو المنافسة ده دخل في كل حاجة، الحاجات المهمة والحاجات التافهة. حالة كده انتشرت وكل واحد عايز يقول أنا الأحسن ومحدش يقدر يوصلي وكلهم أقل مني. الجو العام دلوقتي بقى بيشجع على المنافسة والعنصرية بالطريقة الأنانية دي. كنت تلاقي الإعلانات زمان، الشركات في الإعلان كانت تحط شعار مميز كده فيه طاقة إيجابية أو دمه خفيف عشان يعلق مع الناس. دلوقتي تلاقي الإعلانات محل يلقح على المحلات التانية ويتريق عليها، شركة تلقح على الشركات التانية وتخبط فيها. والأغاني دلوقتي تلاقي معظمها بيفضل يقول أنا وأنا ومش شايف حد، ويفضل يمجد في نفسه. حتى في البودكاست لما يطلع رجل أعمال أو حد مشهور يتكلم عن قصة نجاحه، بدل ما يدي الناس أمل ويشجعهم بيستفز الناس ويقطمهم ويعيرهم بمشاكل البلد اللي ملهمش ذنب فيها، وعايز يشيلهم فوق طاقتهم ويتكلم زي ما يكون هو اللي بيقسم الأرزاق. فالجو العام اللي حوالينا دلوقتي بيربي جوه الناس العنصرية والأنانية من غير ما تاخد بالك منها. فمن حكمة ربنا وإنه عليم باللي في نفس كل بني آدم، ربنا قال لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. صدق الله العظيم. فعلا يعني بني آدم تلاقيه ملوش تحكم في أي حاجة، ولا يعرف قدره إيه ولا رزقه إيه، وعمال يحكم على الناس وهو قاعد. ده مش نافع وده ما يستاهلش وده خسارة فيه النعمة وده هو اللي جابه لنفسه وده يستاهل، هو اللي عمل في نفسه كده. تخيل اللي زي ده لو ربنا اداله سلطة على الناس او خلاه يقدر يغير في مصير الناس، كان هيفسد في الارض قد ايه. الكبر ده والاستعلاء على الناس والعنصرية وانه يقلل من غيره ويحتقر ويعيب عليه، جزاته وعقابه عند ربنا انه ينزع منه التوفيق مهما كانت الاسباب اللي بيملكها، وكل حاجة على الورق مضمونة 100% وما فيهاش غلطة. لو اتسحب منه توفيق ربنا تلاقي كل حاجة وقعت. في قصة صاحب الجنتين، الراجل اللي ربنا اداله جنتين أراضي واسعة مليانة زرع وثروة كبيرة وعزوة، فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني حكم لنفسه أنه هو الأفضل والأحسن في الدنيا وفي الآخرة كمان. فصاحبه رد عليه قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. يعني ينزل عليها صاعقة من السماء فتصبح صعيدا زلقا، يعني تراب زلق يعني بيزحلق محدش يعرف يمشي عليه، والنهر اللي بيرويها يتردم تحت الأرض محدش يقدر يوصله. وده اللي حصل بعدها، خسر الجنتين والنهر
وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. في 2019 طلع رجل أعمال في برنامج في التلفزيون بيتكلم عن قصة نجاحه وشركته، فقال تصريح استفز الناس. قال من وجهة نظري أنا شخصيا الشاب اللي يوصل لسن 35 وهو لسه فقير يستاهل يبقى فقير، وبيقولها بغل كده وبيتك عليها. بعدها ب3 سنين الشركة بتاعته أعلنت إفلاسها بحكم محكمة عشان عليها مديونيات ب7 مليار جنيه، وهو مش عارف راح فين، ما بيظهرش. نفس القصة، قصة صاحب الجنتين، دي سنة ربنا في الكون، سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندي، المال والثروة دي عملتها بعلمي وذكائي، اتخسف به الأرض، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. الحل في موضوع العنصرية والكبر والاستعلاء ده إنك ما تنسبش حاجة لنفسك، انسبها لله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. خلي الذكر ده على لسانك دايما. الحاجة التانية إن الدين مسح حتة الأنا دي، فكرة مين الأحسن ومين أحسن من مين مش موجودة في الإسلام، لأن الأفضلية دي من اختصاص الله بس في علم الغيب. الأفضلية دي مخفية. ربنا بيقول لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، يعني حتى اللي بتسخر منه وبتتريق عليه ممكن يكون هو أحسن منك، فاحنا ما نعرفش مين الأحسن. وبرضه بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى دي حاجة ما بينه وبين ربنا محدش يعرفها، وربنا بس هو اللي يحكم فيها. وفي حديث بيقول رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث يعني شعره منكوش، وأغبر يعني مطرب. لو أقسم على الله، لو دعا ربنا أو طلب منه حاجة يستجيب له ويبره، يعني ممكن يكون ولي من أولياء الله الصالحين وإحنا ما نعرفش. وفي حديث إن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، حامل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني، يعني بعد ما تولد. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، اتنفس فيها حد الرجم، ثم صلى عليها. فسيدنا عمر رضي الله عنه قال له تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ يعني في كل الأحوال احنا ما نعرفش مين الأحسن، ما نقدرش نحكم على مصير حد، فما تشغلش بالك مين أحسن منك وانت أحسن من مين، لأن في الآخر مش هتعرف، الله وحده أعلم. وما تحاولش تثبت لحد حاجة ولا تقنع حد ان انت الأحسن، لأن السلف الصالح بيقولك ان قلب المؤمن بين الخوف والرجاء. الخوف من غضب الله اللي بيخليه يتقي الله ويبعد عن الحرام، والرجاء في رحمة الله، لأن مفيش حد هيدخل الجنة بعمله، كل اللي هيدخل برحمة ربنا بس. فمفيش مكان في قلبه ولا في تفكيره للكبر ولا العنصرية ولا الاستعلاء على الناس. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.